تصعيد خطير بين واشنطن ومدريد. ما الذي يحدث خلف الكواليس في غرب المتوسط؟ سبتة ومليليا تدخلان فجأة دائرة التوتر الدولي من جديد. تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإسبانيا مرحلة دقيقة من التوتر الدبلوماسي غير المعلن بشكل مباشر، لكنه يتصاعد تدريجيا عبر ملفات سياسية واستراتيجية متعددة. هذا الخلاف لم يعد محصورا في قضايا تقليدية، بل بدأ يمتد إلى مناطق حساسة في غرب المتوسط، حيث تتداخل المصالح الأمنية والعسكرية والاقتصادية بين الطرفين. وتشير قراءات سياسية إلى أن هذا التوتر يعكس تباينا في الرؤى حول أدوار الحلفاء داخل الناتو، إضافة إلى اختلاف في طريقة التعامل مع ملفات إقليمية معقدة. ومع استمرار هذا الوضع تتزايد المؤشرات على أن الخلافات قد تنتقل من الخلفية الدبلوماسية إلى واجهة النقاش السياسي العلني. سبتة ومليليا تعودان إلى الواجهة. إشارات أمريكية تثير غضب إسبانيا، فهل بدأ صراع جديد حول مدن حساسة في شمال إفريقيا؟ في خضم هذا التوتر برز من جديد النقاش حول مدينتي سبتة ومليليا بعد تداول تقارير ومواقف غير رسمية في بعض الدوائر السياسية الأمريكية. هذه الإشارات أعادت إحياء ملف ظل لسنوات ضمن المواضيع الحساسة غير المطروحة للنقاش الدولي المباشر. ورغم أن إسبانيا تؤكد بشكل صارم سيادتها الكاملة على المدينتين، فإن ظهور هذه الطروحات في سياقات سياسية خارجية أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الدبلوماسية. ويعتبر مراقبون أن مجرد إعادة فتح النقاش حول هذا الملف يعكس تغيراً في طريقة استخدام القضايا الجغرافية داخل الصراعات السياسية الكبرى. المغرب يتحرك بهدوء. استراتيجية طويلة المدى تغير موازين اللعبة في المتوسط، فكيف يبني نفوذه دون مواجهة مباشرة؟ في المقابل، يواصل المغرب اعتماد نهج دبلوماسي هادئ يقوم على التراكم الاستراتيجي والحوار الثنائي بعيداً عن التصعيد الإعلامي. هذا الأسلوب يركز على بناء علاقات طويلة الأمد مع الشركاء الدوليين، بدل الدخول في ردود فعل آنية قد تضر بالمصالح الكبرى. وترى تحليلات سياسية أن هذا النهج يمنح المغرب مرونة أكبر في التعامل مع الملفات الإقليمية الحساسة، ويعزز موقعه كفاعل استراتيجي في غرب المتوسط، كما يراهن على الزمن والتحولات الدولية لتحقيق أهدافه دون الحاجة إلى صدام مباشر مع أي طرف. ملف مشتعل خلف الستار. هل يستخدم الضغط السياسي لإعادة رسم الخريطة؟ قراءة جديدة تكشف ما لا يقال في العلن عن مستقبل المنطقة. يؤكد خبراء أن إعادة طرح ملف سبتة ومليليا في سياقات التوتر الدولي لا يعني بالضرورة تغييرات قانونية أو سياسية فورية، بل قد يدخل في إطار الضغط المتبادل بين القوى الكبرى. فهذه القضايا غالبا ما تستخدم كأدوات تفاوض غير مباشرة في خلفية الصراعات الدبلوماسية. في المقابل، يشير تحليل استراتيجي إلى أن الترابط الاقتصادي والبشري والجغرافي بين المدينتين والمغرب يجعل معادلة الوضع القائم أكثر تعقيداً مع مرور الوقت. وبين ثبات الواقع القانوني وتغير موازين المصالح، يبقى الملف مفتوحاً على احتمالات متعددة دون حسم قريب. تحذيرات أمريكية تفتح سيناريوهات جديدة في غرب المتوسط. جدل حول مستقبل القواعد العسكرية وتوازن النفوذ بين إسبانيا والمغرب. تتداول تحليلات سياسية تصريحات منسوبة لمايكل وولتز تشير إلى أن مضيق جبل طارق قد يتحول إلى نقطة توتر استراتيجية في المستقبل، شبيهة بأهمية مضيق هرمز في مناطق أخرى من العالم. وتربط بعض هذه القراءات بين هذا التصعيد المحتمل والتباين القائم بين واشنطن ومدريد حول عدد من الملفات العسكرية والسياسية الحساسة. وتشير هذه التحليلات إلى أن واشنطن قد تعيد تقييم وجودها العسكري في بعض القواعد بإسبانيا إذا استمر الخلاف السياسي، وهو ما يفتح باب التكهنات حول إعادة توزيع النفوذ العسكري في المنطقة. كما يتم الحديث في بعض القراءات الإعلامية عن أن أي تغييرات محتملة في الانتشار العسكري الأمريكي قد تعيد رسم التوازنات في غرب المتوسط، مع بروز المغرب كفاعل استراتيجي متزايد الأهمية في المعادلة الإقليمية. لكن في المقابل، يؤكد خبراء أن هذه السيناريوهات تبقى في إطار التحليل والتقدير السياسي أكثر من كونها قرارات مؤكدة، وأن العلاقات داخل الناتو تخضع لحسابات معقدة لا تحسم بسرعة. وبين التوترات الحالية والتصريحات المتداولة، يبقى السؤال مفتوحا حول اتجاه العلاقة بين واشنطن ومدريد في المرحلة القادمة. مدريد قلقة من تصريحات أمريكية تثير جدلا حول سيادة إسبانيا على سبتة ومليليا. تعيش الأوساط السياسية الإسبانية حالة من القلق المتزايد بعد بروز تصريحات داخل الولايات المتحدة أعادت ملف سبتة ومليليا إلى الواجهة بطريقة غير مسبوقة.
تقارير إعلامية كشفت أن أصواتا داخل الكونغرس الأمريكي بدأت تتحدث عن المدينتين باعتبارهما تقعان جغرافيا داخل التراب المغربي، مع الدعوة إلى فتح نقاش سياسي حول مستقبلهما بين الرباط ومدريد. هذا التطور أثار حساسية كبيرة داخل إسبانيا، خصوصا مع تزايد الحديث عن وجود تيارات أمريكية ترى أن الملف لم يعد مجرد قضية محلية إسبانية، بل ورقة مرتبطة بالتوازنات الاستراتيجية في غرب المتوسط. كما أن الربط بين العلاقات القوية التي تجمع واشنطن بالرباط وبين هذه التصريحات زاد من المخاوف الإسبانية من تحولات أعمق قد تظهر مستقبلا داخل دوائر القرار الأمريكي. خلاف عسكري مع واشنطن يضع مدريد تحت الضغط. سبت وملالية خارج مظلة الناتو وسط مخاوف من تغير موازين القوى. تزامن هذا الجدل مع تصاعد التوتر بين واشنطن وحكومة بيدرو سانشيز بعد رفض مدريد السماح باستخدام بعض القواعد العسكرية الإسبانية في عمليات مرتبطة بالتصعيد ضد إيران. هذا الموقف فتح الباب أمام تسريبات وتقارير تتحدث عن مراجعة أمريكية لبعض الترتيبات العسكرية داخل حلف الناتو، وسط حديث عن إمكانية إعادة توزيع النفوذ العسكري الأمريكي في المنطقة. وتزداد حساسية الوضع بالنسبة لإسبانيا بسبب كون سبت وملالية خارج الضمانات الجماعية لحلف شمال الأطلسي، بعدما فشلت مدريد في إدراجهما ضمن التغطية الدفاعية للحلف خلال قمة مدريد سنة 2022. ويرى مراقبون أن هذا المعطى يجعل أي نقاش دولي حول المدينتين أكثر تعقيدا، خاصة مع تنامي الحضور الاستراتيجي للمغرب وتزايد أهميته في الحسابات العسكرية والسياسية للولايات المتحدة داخل غرب المتوسط.